اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايز اتكلم معاكم بخصوص حاجه مهمه قوي. تخيل معايا كده ان النجاح اوبشن، يعني ان ربنا يخلق كل بني ادم معاه زي زرار كده. تمام، تخيل معايا، بس بقولك تخيل ان ربنا يخلق كل بني ادم معاه زرار اسمه زرار النجاح. زرار النجاح ده لما يدوس عليه يبقى انجح واحد في الدنيا. هل كنت هتشوف حد فاشل؟ مستحيل. مفيش واحد عنده عقل وانسان عاقل وانسان بيفهم هيختار انه يبقى فاشل. اكيد طبعا كل واحد بيبقى عايز يبقى ناجح وبيبقى عايز يبقى انجح واحد في الدنيا. تمام. طب هل ده لو كان موجود كانت هتبقى حاجه كويسه؟ طبعا لا، لانها كان هيبقى كله ناجح. النهارده الناجحين عددهم قليل جدا بالنسبه او مقارنه بالناس الفاشله او الناس اللي مش ناجحه. طيب ليه في ناس ناجحه قوي وفي ناس فاشله وفاشله قوي؟ ليه مفيش حد مثلا، ليه مش كله ناجح؟ لان ربنا خلق لنا حاجه اسمها الصبر. الصبر هو ده حرفيا الباب بتاع النجاح، ده المفتاح بتاع باب النجاح. شفت باب النجاح ده المفتاح بتاعه. كل ما هتصبر كل ما هتنول. دي قاعده كونيه، ما بص مش هنختلف فيها. يعني كل ما انت هتصبر كل ما ربنا هيكرمك وهيفتح لك طرق وهيفتح لك، لان هي مش بمزاجك، هو غصب عنك. الكرم هيجي غصب عنك. ليه؟ لان لما توصل لمرحله تقول يا رب انا عملت اللي عليا، يا رب انا مثلا كيوتيوبر بنزل فيديوز، يا رب يا رب ارزقني فيوز وارزقني مشتركين ومش عارف ايه. ربنا لما يشوفك تعبان في الحاجه دي ربنا هيرزقك. الموضوع 1+1=2 على طول. فاهم؟ لكن انت ما تبقاش قاعد مكانك ما بتعملش اي حاجه تقول يا رب اديني، يا رب ابعت لي، يا رب مش عارف ايه. ربنا هيرزقك في كل الحالات، ولكن لما ربنا يشوفك تعبان وشقيان في الحاجه اللي انت بتحبها، لا ربنا هيرزقك بجد. عشان كده النهارده عدد الناجحين يتعدوا على الصوابع، وعدد الفاشلين بسم الله ما شاء الله لا ما لا نهايه. زي ما قلت لك، الفرق الجوهري بين كل دول الصبر. جهد مع استمرار بيساوي نتيجه. جهد مع استمرار، واستمرار دي بين قوسين هو تعريف تاني للصبر. الصبر مهم جدا يا جماعه. عفوا. الصبر مهم قوي زي ما قلت لك. لو انا دلوقتي بنزل فيديوز كتير وقمت في مره واحده وقفت، خلاص انا جهدي اللي عملته ده راح على الارض. ليه؟ لان صبر واستمرار مع جهد يساوي نجاح. يساوي نجاح. وهرجع واعيد وازيدها لك بدل المره 100 مليار مره. مفيش حد ناجح ما صبرش، مفيش حد ناجح ما عافرش، مفيش حد ناجح ما دس على نفسه، مفيش حد ناجح ما جاش على نفسه. تمام؟ انا بامكاني دلوقتي اخرج واروح واجي، لكن بقول لا، في فيديو المفروض ينزل على اليوتيوب هصوره. فاهمين الفكره اللي انا بمشي بيها؟ في فيديو على اليوتيوب لازم ينزل، في ناس بتتابعني، في ناس مش عارف ايه. فانا عامل لنفسي تارجت اني بنزل يوميا بفضل الله. طب لو انا جيت في مره خلاص صبري نفس بقى وما نزلتش تاني، يبقى كل اللي انا عملته باي باي. عايز افهمك على حاجه، هي ما بتمشيش بخطتك ولا بخطتي، ولكن بتمشي بخطه ربنا. وهرجع واقولها لك، ما انت برضو ما تقولش ايه خلاص بقى انا مش هشتغل ومش هتعب. لا، ربنا هيغيرك لما يلاقيك بجد انت بتتغير منك من نفسك. ربنا هيخليك تنجح لما يلاقيك سبحانه وتعالى انت شادد وشادد العزم وتعبان وشقيان في الفيديوز وصابر. يعني انا صابر على قله الفيوز وقله المشتركين، بس انا واثق في اللي خلقني، واثق في ربنا ان ربنا هيكرمني وان ربنا هيجيب لي مشتركين. انا لحد دلوقتي بدفع في اليوتيوب وما باخدش منه جنيه، ولكن انا باصص لقدام. وانت كمان لازم يبقى عندك رؤيه لقدام. الانسان الفاشل دايما رؤيته للنهارده، بكره ده يغور في داهيه. ده الانسان الفاشل. الانسان الناجح ما بيخططش النهارده، بيخطط لسنه قدام، بيبص لسنه قدام. انا عايز السنه دي حياتي تبقى افضل من السنه اللي فاتت. طب ده هيتم ازاي؟ هيتم بالجهد والصبر. يا جماعه الصبر والله العظيم، والله لو عرفتوا قيمته تمام هتشتروه. يعني هو لو بيتباع هتشتروه بفلوس. الكلام اللي بقوله لك ده كلام بفلوس والله العظيم. ما حد هيطلع يقول لك البقين دول الا بقى اذا كان بقى مدفوع له في كورس بقى ولا حاجه، لكن انا طالع اقول لك فور فري. فاهمني؟ ما تبخلش عليا باب اللايك والاشتراك. فانا ببساطه شديده انا عايزكم يا شباب تبقوا ناس عاقلين اكتر.
واثقين من نفسكم اكتر، واثقين من المحتوى اللي انتوا بتقدموه، واثقين من النتيجه كمان، لان زي ما قلت لك ربنا لما هيلاقيك بتتعب وبتشقى ربنا هيكرمك. ده بص قانون الهي، قانون كوني. صبر مع جهد يساوي نجاح. طب جهد لوحده ملوش لازمه. هتقول لي ليه؟ هقول لك ما انا ممكن النهارده اعمل فيديو بعد 10 ايام اعمل فيديو تاني، يبقى انا كده بموت القناه بتاعتي. فهمتني؟ ولكن الصبر مع الجهد مع الاستمراريه، المعادله اللي انا قلتها لك الثلاثه دول مع بعضيهم على طول على المدى البعيد نجاح. المدى البعيد كمان مش بعيد قوي، هتبدا تشوف نجاح تدريجي. فهمت الفكره؟ انا عايزكم يا شباب تركزوا كويس جدا في الكلام اللي بقوله، وتركزوا كويس قوي وتحطوا خط احمر على كلمه الصبر اللي بقولها. انا مش بعيد وازيد في الكلام، لاني انا عايزكم تفهموا وجهه نظري اللي انا عايز اقولها. تمام يا شباب؟ يا ريت تركزوا كويس جدا وتصبروا. انا عن نفسي لو هتيجي يعني يمكن مثلا بقول كلام يا عم وبهوي وبقول مثلا كلام وخلاص، لا انا في الوقت اللي حضرتك بتشوف فيه الفيديو انا الفيديوز بتاعتي بتجيب من 10 ل 15 فيوز، ومشتركين عندي ما جبتش 400 مشترك. ولكن بفضل الله ما ينفعش ابقى انا بنصحك وانا اللي ما اعملش بالنصيحه. لا، اللهم لك الحمد، لا انا صابر وشايف ان الجهد اللي بعمله مش بيروح على الارض، بل بالعكس انا بشوف تطور تدريجي، حتى ولو تدريجي بسيط بس في تطور. حتى وان كان في المعدات اللي بستخدمها، حتى وان كان في طريقه التصوير، حتى وان كان في طريقه المونتاج. فاهم؟ المهم ان انا شايف ان في جهد بيتعمل وشايف ان في جهد بيتصرف. فهمتني؟ فببساطه شديده يا شباب انا عايزكم تبقوا قد المسؤوليه ورجاله، لان طول ما انت راجل طول ما انت هتقدر تتحدى الحادث كلها وهتبقى احسن حد في الدنيا. بشكر الشباب اللي تابعوا الفيديو لحد دلوقتي، وبشكر الشباب والبنات برضو عشان ما ننساهمش اللي تابعوا الفيديو لحد دلوقتي. شكرا جدا ليكم. يا ريت بقى تشتركوا وتحطوا لايك عشان ده اكتر حاجه بتدعمني، وكده انت كانك بتقول لي شكرا يا محمد. طبعا عايز تكتب اي كومنت تحت مفيش اي مشاكل. السلام عليكم يا شباب، في رعايه الله.